السلام عليكم. أنا جاي النهاردة أجاوبك على أصعب سؤال بيجيلي. عاوز أسكن في مكان استلام قريب ومع مطور يخليني أنام وأنا مرتاح، وفعلا هي فرصة لو استغلتها هتغير حساباتك تمام. لأننا رايحين لمشروع بيسموه الحصان الأسود، وده ببساطة لأنه شراكة مصرية سعودية، وزارة المالية السعودية مع هيئة المجتمعات العمرانية. أظن الأسامي وصلت، يعني أمان الأمان. طب ليه المشروع ده بقى بالتحديد؟ عشان حاجتين مهمين. أول حاجة وهي الموقع وسهولة الوصول، وزي ما احنا شايفين طريق عرضه 120 متر، يمنا وشمالنا كل اللاند مارك المهمة اللي موجودة، زائد إن إحنا هنعدي دلوقتي على طلعت مصطفى. وعلى فكرة ده أول حاجة هتشوفها وأنت طالع من المشروع. وتاني حاجة وهي المساحات اللي فعليا بتطلب بالاسم ومش موجودة في السوق بقالها فترة، وحتى لو موجودة بضعف المبلغ تقريبا. بس خليني قبل ما أكلمك على المساحات أقول لك إنك في خلال شهور بس هتبقى بتستلم فيلتك وتشطبها كمان. مشروع 70 فدان مبني على 20% بس، وده معناه إن 55 فدان عبارة عن خدمات بتخدم حضرتك، ده زائد إن المشروع كله مبني بالفعل. يعني بتعاين فيلتك النهاردة زي ما احنا شايفين. وهنا بنكون في الجاردن بتاعة الفيلا اللي بتكون تقريبا من 100 ل 150 متر، والنسبة الأكبر منها هو السايد اللي قدام الفيلا. على ريسبشن قطعتين، قطعة منهم 7.5 في 4.5، وقطعة منهم اللي هي الدايننج 3.5 في 23، ده زائد كيتشن 3.5 في 3.45. بنطلع الدور الأول عشان نقابل غرفتين بيكون مساحتهم تقريبا 4 في 3.5، بيكون فيهم أوضة بالتراس زي ما احنا شايفين على الفيو. وطبعا الفيو اللي حضراتكم شايفينه ده كله بيبقى جرانري. دي الغرفة التانية اللي بالمناسبة ممكن تتفتح على المساحة الفاضية ديت لأنها جنبها التويلت وتبقى غرفة ماستر عادي. ده الحمام اللي بيسيرف على الغرفتين. وهنا بنكون في الماستر روم اللي بيكون فيها الدريسنج والتويلت بتاعها، ودي بيكون مساحتها تقريبا 83 في 3.85، ده غير الدريسنج والتويلت طبعا. بنطلع الروف عشان نقابل ليفنج بيكون مساحته 73 في 23، وطبعا بالتويلت بتاعه. ونقابل اوبن روف بيكون تقريبا 40 في 40، يعني حوالي 80 متر. زي ما احنا شايفين هو بيكون يو شيب. هاتلي بقى فيلا النهاردة 230 متر في لوكيشن زي ده بسعر شقة 14 مليون جنيه ب5% على 8 سنين، واستلام في خلال سنة، وطبعا مع توفير النص تشطيب. الطرح ده نازل عشان يخلص واللوكيشن مش بيستنى حد. لو بتدور على استثمار بيزيد وسكن جاهز في مكان راقي كلمني دلوقتي وهساعدك.